أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج رؤية جديدة. ضيوف النهاردة ضيوف مميزين، لأن النهاردة يوم مميز. كل سنة وكل أم مصرية سعيدة، كل سنة وكل أنثى وكل سيدة على وجه الأرض طيبة وبخير وبصحة وسلامة، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة رمضان الكريم. فكان لازم النهاردة أتكلم وأقول حاجة عن الأم، حاجة عن الزوجة، حاجة عن الحبيبة والعشيقة، وكمان لازم أقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. فأحسن حد يتكلم في الموضوع ده يكون شاعر. معايا النهاردة مهندس ميكانيكا، وبيعشق الشعر والأدب، وبيعشق زوجته وأولاده. عاش في مصر فترة وسافر وعمل زي الطير اللي ما يقدرش يعيش في مكان غير مكانه، فرجع تاني. ضيفي النهاردة كان بيعلم الكتاكيت والفراخ على سطح البيت ازاي يمشوا على السلم الموسيقي بتاعه. تعالوا النهاردة نبحر ونتمتع بكلام الشاعر خليل عبد المجيد. خليل عبد المجيد، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا سيدي، منور الدنيا. لا بنورك والله. وطبعا ما كانش ينفع انسى النص الحلو بتاعه والداعم، واللي كان الحب الاول وان شاء الله يكون الحب الاخير. طبعا معانا الباشمهندسه حنان احمد امام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. نطقت الاسم صح؟ ايوه يا فندم صح كده. منوره الدنيا. شكرا. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير. بيقولوا ان كل انثى هي اللي قدام الراجل. انا عكس الناس كلها. ايوه، لو الست اللي قدام الراجل دي ست ناجحه، ست متفوقه، بتحبه بجد، هو هيجري وراها بالمشوار، هيجري وراها بالحب، وهيجري معاها بالحياه. صح ولا غلط؟ صح. طب يا باشمهندسه قولي لنا الطريق صح ولا لا؟ لا الطريق صح فعلا. قولي لنا ايه سر الخلطه مع الشاعر المبدع اللي هو المفروض مع كل قصيده بيحب شخص جديد. عملتي ايه؟ ما كنتش بخنقه. ما كنتش بخنقه. يعني كنت بسيبه يعيش، عايز يحس. ما هو يعني هو مش هيبقى في الاطار بتاعي انا بس، تمام، او في اطار حب ليا انا بس. ايوه، لا هو لا، يعني لو في اطاري انا بس مش هيبدع، مش هيجيب حاجه. لازم يعيش ولازم يتخيل ولازم يشوف دي ويقول الله دي حلوه دي اموره، وممكن يكتب عليها قصيده شعر. لازم بس يقول بس. يقول بس. يقول بس. لا 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 والله، حتى لو عايز يتعرف على حد ايه المشكله؟ خلاص يعني ادام في ثقه بيني وبينه، هو لازم يعيش مع ناس كتير قوي. حلو. ولازم يعرف ناس كتير قوي ويعرف شخصيات مختلفه، ويعجب مثلا بشخصيه حضرتك، فبالتالي يبدا يتخيل عنده حاجات كتير ويبدا يكتب الحاجات دي. يعني انت بتقولي لنا اديله المساحه. بالظبط، في حدود الثقه. في حدود الثقه. في حدود الثقه. شاعرنا المبدع، ليك دواوين، 6 دواوين تقريبا. تمام. دول اللي موجودين على ارض الواقع، لكن لو دورنا في البيت هنلاقي اكتر من 12 ديوان. لا اكتر كمان. واكتر كمان. طيب احنا معانا